ازيكم؟ رمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير وكل سنة وانتم طيبين يا رب. طريقتي في عمل الرقاق السوداني: بنحتاج لكستر ودقيق نشا وحليب، وحليب عادي، حليب بودرة، فانيليا، باكنج بودر، ملح ودقيق. نستخدم الكوب المعياري: كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين كبار ملانات حليب بودرة، ومعلقتين كبار كستر، معلقتين كبار دقيق نشا، ورشة بتاعت ملح، ونص كوباية بتاعت سكر أو كوباية كاملة لو بتحبوا الرقاق طعمه حلو، ومعلقة صغيرة باكنج بودر. بعد ذاك في الخلاط بضيف السكر وأربعة كباب حليب ومعلقة صغيرة فانيليا. بخلط الحاجات دي كلها مع بعض. بعد ذاك بضيف لها الدقيق والحليب البودرة والباكنج بودر كمان، بخلطهم مع بعض، والقوام بيكون مناسب، ولا تقيل ولا خفيف. ده القوام بتاع شكل العجين لو شايفينه. وهنا العواسة بنعوس وننتظر يا جماعة الطرقة في الصاج شوية لحد ما تنشف. في ناس كتيرة بتقول انه الرقاق بيكون معاه لين، لا، تنتظريه في الصاج لحد ما يبدأ ينشف، وتوطي النار ما تكون عالية شديد. بعد ذاك ترفع الطرقة من النار وتخليها في مروحة لحد ما تجف تماما.